تخيل معايا رئيس فرنسا ماشي في شوارع نيويورك على رجليه. والله مشهد ما يتصدقش. رئيس دولة عظمى اتقفلت قدامه السكة بالعافية عشان موكب ترامب يعدي. القصة بدأت من هنا، من أسبوع. الأمم المتحدة اللي اتقلب فضيحة، أحداث سياسية نار ومواقف كوميدية ما تتحكيش غير في مسرحية. أول قنبلة فجرها مبعوث أمريكي للبنان قال لك نتنياهو مش فارق معاه خطوط حمراء. مصر قالت تهجير غزة خط أحمر. السعودية والإمارات قالوا ضم الضفة خط أحمر. ونتنياهو رايح يكسرهم كلهم. لكن المفاجأة الحقيقية مش من العرب. اللي وقف في وش ترامب وقاله كلمة لأ هو ماكرون. قال له إحنا في أوروبا لا بندي إسرائيل سلاح ولا تكنولوجيا، أنت اللي مشغل الحرب دي. وكملها بجملة أخطر: المقاومة فكرة لا تنتهي، كل ما تقتل منهم في مليونين في غزة ممكن يدخلوا مكانهم. ترامب اتجنن والرد جيب إهانة مدبرة. موكب ماكرون اتعطل والشرطة قالت له استنى ترامب. والنتيجة رئيس فرنسا نازل يمشي وسط الناس. مشهد مهين للعالم كله. بس الكارما رجعت على ترامب بسرعة. وهو داخل الجمعية السلم الكهربائي وقف بيه هو ومراته فجأة، وبعدها وهو بيخطب الشاشات اللي بيقرأ منها باظت. قعد يزعق أنا بوقف 7 حروب، وفي الآخر الجمعية تعطل لي الاسكليتر. الجمعية اتحولت لضحك وسخرية. وفي وسط الهزار ده جه تحذير مرعب من الملك عبد الله: لو إسرائيل ضمت الضفة هتقوم حرب دينية مش هتقف عند الشرق الأوسط. يعني العالم كله ممكن يولع، يهود ضد مسيحيين وضد مسلمين. لكن أهم مشهد اجتماع ترامب مع القادة العرب. قال لهم صراحة إعمار غزة هيكون على حسابكم ومن غير ما إسرائيل تنسحب، يعني تدفعوا فلوس والاحتلال يفضل قاعد. وبرغم كده طلع يقول الاجتماع تاريخي. والقنبلة الأخيرة: تسريبات بتقول إن مصر بتجهز لاتفاق عسكري استراتيجي مع باكستان، ولو ده حصل التوازن كله في المنطقة هيتغير، وإسرائيل ممكن تجر الهند تضرب باكستان عشان النووي. أسبوع الأمم المتحدة كان أسبوع الأسرار والخطوط اللي اتكسرت، فضايح، تهديدات، إهانات، والعالم كله مستني اللي جاي.